في قرية صغيرة قرب المدينة، كان هناك رجل معروف بين الناس بولعه الشديد بالقمار. لم يكن يمر يوم واحد دون أن يجلس في حلقة اللعب، يغامر بكل ما يملك، منتظرا الحظ الذي نادرا ما يبتسم له. كان مدمنا على المغامرة، وكل مرة يتوهم أنه على وشك الربح، لكن النتيجة كانت دائما واحدة: الخسارة تلو الخسارة. في المكان نفسه حيث يجتمع المقامرون، كانت تمر امرأة متسولة مسنة، نحيلة الجسد بثياب بالية باهتة. كانت تتجول بينهم طلبا للصدقة دون أن يلتفت إليها أحد، كأنها ظل يعبر المشهد كل يوم دون أن يراها أحد. وفي مساء من تلك الأمسيات، وبعد خسارة قاسية، جلس الرجل يقلب بقايا دراهمه القليلة بغضب وحسرة، وفجأة اقتربت منه العجوز، ولكن هذه المرة لم تطلب لا مالا ولا طعاما، بل انحنت نحوه وقالت بصوت خافت: يبدو أنك تخسر كثيرا، عندي لك سر يجعلك تربح دائما. نظر إليها بدهشة قبل أن تخرج من تحت ثوبها قارورة صغيرة تحتوي على سائل غامق اللون، وقالت: اشرب هذا الخليط وسترى كيف يتغير حظك. تردد قليلا، لكن يأسه غلبه، فدفع لها بعض المال وأخذ القارورة. في تلك الليلة شرب ما فيها قبل أن يبدأ اللعب، وكان الأمر أشبه بالمعجزة. صار يفوز في كل جولة، الأوراق في صفه، والنرد كما يشتهي، والنقود تتكدس أمامه. شعر بالقوة والنشوة، وقال في نفسه: أخيرا صار الحظ صديقي. لكن كما يقال: لكل سحر ثمن. بعد أيام قليلة بدأ يشعر بضعف غريب يجتاح جسده، وكأن قوته تخور شيئا فشيئا. فقد إحساسه برجولته وثقته بنفسه، حتى بات يعيش في خوف وارتكاب. عندها تذكر ذلك المشروب الملعون، فأسرع إلى المرأة والعصبية تشتعل في صدره: ما هذا الذي أعطيتيني؟ لقد دمرت حياتي. ولكنها لم تغضب، بل ابتسمت بخبث وقالت: لا تقلق، عندي دواء آخر يشفيك، فقط تحل بالصبر. صبر يوما، ثم يومين، ثم أسبوعا، وهي لا تقدم سوى وعود كاذبة وكلمات فارغة. ومع مرور الوقت تحول الشك إلى جنون، وأيقن أنه خدع، وأنها استنزفت ما تبقى من ماله مقابل أكاذيبها. وفي ليلة مظلمة، بينما كانت تمر في طريق خالية، اعترض طريقها، وجهها بعينين تشتعلان غضبا، ولكنها بقيت صامتة، تنظر إليه وكأنها تعرف أن نهايتها اقتربت. وفي لحظة طيش رفع يده وضربها ضربة قاتلة أنهت حياتها في الحال. لكن العدالة لم تتأخر، ألقي القبض عليه، وبعد تحقيق قصير وجد نفسه في قفص الاتهام. وهكذا انتهت قصة رجل ظن أنه قادر على شراء الحظ، لكنه خسر كل شيء حتى نفسه. الحظ لا يشترى، والطريق السهلة غالبا ما تكون أخطر مما نتصور. من أراد الربح بلا تعب فقد بدأ رحلة الخسارة بيده، فمن يلهو بالنار لابد أن يحترق.